السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قاعد بلبس الشغل فقلت اللي أنا أسجل لكم الليلة رقم 23. بقدر الله الوقت بيروح زي حياتنا بالظبط. لو تفتكروا أول يوم أنا كنت بسجل في المسجد، ودلوقتي الليلة رقم 24. يعني النهاردة الليلة رقم 24، وأنا بصور الليلة رقم 23. فسبحان الله، أيام معدودات، وحياتك كلها أيام. حياتك كلها ما هي إلا أيام في الزمن اللي احنا كلنا عشناه من ملايين السنين. لا شيء ينتهي، ينتهي ويبقى الأثر. يبقى أثرك زي ما بقي أثر كبار العلماء. شوف ناس زي الإمام الألباني، وابن العثيمين وابن باز، وشوف حتى لما تشوف سبحان الله يعني. آه، لما تبص على الجنازات بتاعتهم، تحس هو احنا مين اللي هيصلي علينا؟ سبحان الله، كان في كتيب زمان بقى قرأته اسمه من يصلي عليك غدا. هو احنا مين اللي هيصلي علينا بكرة؟ السوشيال ميديا؟ الناس هتسيب السوشيال ميديا وتيجي تصلي علينا؟ لا، وإنما الذي عرفونا لله عز وجل وليس للدنيا هم اللي هيبقوا ورانا، هم اللي هيروحوا ويزورونا ويدعوا لنا. فسبحان الله، الحياة كلها بتعدي والأيام كلها بتعدي، ويبقى سبحان الله الفرح بالطاعة والندم على المعصية. ويبقى ذلك في القبر إما عمل صالح يكون جليسك، أو عمل غير صالح، نسأل الله العافية، ويكون جليسك برضه. وترى أما مقعدك من النار أو مقعدك من الجنة. فشوف سبحان الله، في سورة الصفات الله عز وجل في معرض الآيات وعبادة الله والشرك به، الله عز وجل بعد العذاب قال: إلا عباد الله المخلصين، إلا عباد الله المخلصين، أولئك لهم رزق معلوم، فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم، على سرر متقابلين، يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. تعال بقى ركز في الحتة دي. شوف المشهد اللي الله عز وجل بينه ليك لما ربنا يرزقنا يا رب الجنة. ربنا يرزقنا الجنة ويرزقنا العمل الصالح والأثر الطيب. لما ندخل الجنة ونبقى على سرر متقابلين، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. هيتساءلوا في إيه؟ بعد ما سبت الدنيا دي بالملاذ بتاعتها وبقيت ثابت، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. يأتي زمان على الناس القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. واخترت اللي انت تبقى من القابضين على الجمر، ومن المعروف ان الجمر حار حار، عايز تسيبه لانه هيحرق ايديك، ولكن تفضل ماسك فيها، تفضل ماسك في دينك لغاية ان توافيك المنية. وبعد كده تروح تقعد الشوية الصغيرين اللي تعبان فيهم دي، وبعد كده خالصة يوم القيامة. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، بقى فرحانين ومبسوطين إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن نلقاكم في جنات ونهر في مقعد الصدق عند ملك مقتدر. متقابلين بيقول إيه؟ فواحد من أهل الجنة بيتكلم بعد ما ربنا عز وجل ذكر ما فيهم من النعيم. قال قائل منهم: إني كان لي قرين، أنا كان لي واحد صاحبي في الدنيا ملحد علماني ليبرالي ديمقراطي. قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين؟ أنت مصدق اللي في جنة وفي نار وفي حشر وفي عذاب قبر وفي هنا وفي هناك؟ يا عم عيش حياتك، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا فيها وما يهلكنا إلا الدهر. يا عم عيش حياتك، يا عم عيش حياتك، يا عم صاحب، يا عم سينمات، يا عم أغاني، يا ستي صاحبي، يا ستي اعملي. يقول وإنك لمن المصدقين. فأنت شوف كل ده، وواحد منهم تذكر وقال يقول: فلا إنك تتذكر أمور الدنيا، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون؟ هو احنا هنجازى على اللي احنا بنعمله؟ يا عم عيش، يا عم عيش شبابك، افرح وتهنى، افرح وتهنى، الحق يا عم يومين ويعدوا. صاحب وجرب وعيش حياتك وسافر وروح ومش عارف ايه. سافر، انا ما قلتش حاجه، بس قصدي يعني انا بتكلم على سفر المعصيه. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون؟ يا عم انت مصدق؟ يا عم
قال هل أنتم مطلعون؟ بقى هو بيكلم أصحابه اللي في الجنة، كلم أصحابه اللي في الجنة، فحصل حديث وقال لك إني كان لي قرين، وبيقول لي أإذا متنا إنك لمن المصدقين، وإذا متنا وكنا ترابا وعظاما. قال هل أنتم مطلعون؟ تعالوا نبص على أخينا صاحبنا زميلنا، يوم لا ينفع مال ولا بنون يفر المرء. أنا دخلت الجنة خلاص بقى، اللهم لك الحمد، صبرت على اليوم والاثنين والشهر والاثنين والسنة والاثنين وخلصت ومت. قال هل أنتم مطلعون؟ تعالوا نبص. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، في وسط الجحيم بيعذب. قال تالله إن كدت لتردين، كنت هتوديني في داهية، بس أنا صبرت على ساعتين عشان نعيم أبدي، نعيم أبدي. قال تالله إن كدت لتردين، كنت هتوديني في 60 داهية. انت ايه اللي مصبرك على صحبة السوء؟ هما هيودوك في داهية. سبحان الله، لما سبت اصحابي والله كنت ابص في المراية اقول لنفسي، هو احنا لو رحنا يوم القيامة الناس دي هتبقى معايا؟ فجه في دماغي لا، يوم يفر المرء من كل الناس، وأبيه وأمه وأخيه وصاحبتي وبنيه وفصيلتي التي تؤويه وكل حاجة، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. فقال الله إن كدت، قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. شوف ربنا عز وجل أنعم بك، ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما إن كدت لتردين. فاطلع فرآه في سواء الجحيم ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. لا، ده أنا شفت، اطلعت خلاص. إن هذا لهو الفوز العظيم. اصبر يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والله عارف إنك تعبان في وسط ده كله، والله وأنا تعبان. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. معلش اصبر. أنا عارف الناس بتبصلك بطريقة غريبة، والناس متضايقة منك في بعض الأحوال، إيه ده مقصر ثيابه، إيه ده منتقب، إيه ده ملتحي، ايه ده بيصلي في المسجد، ايه ده عندهم 10 اواخر. اصبر، ان هي الا حياتنا الدنيا. دي عندهم، انما احنا نعلم في البقية، وهنروح ونتساءل اني كان لي قرين. ان هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون، فليعمل العاملون. كل ده والصبر ده وهنموت. والله انا لسه فاكر نفسي وانا صغير، دلوقتي بقى عندي 35 سنة عدوا خلاص. لمثل هذا فليعمل العاملون، العاملون بيجدوا ويكتبوا. أحسن من إيه بقى؟ أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. فلتكن منهم وألقاك هناك بقدر الله عز وجل في سرر على سرر متقابلين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.